بيقولوا في جيم مخصوص هيفتح قريب وهيبقى متخصص في تمارين الصوابع. زمان لما كنا بنحب نكتب رسالة على الموبايل كنا بنضغط على الزرار رقم 2 3 مرات. الإبهام اللي بقى نجم الشاشة، بقى السوبر هيرو بتاع الكتابة، بقى أسرع عضو في الجسم. الجيل اللي جاي أصلا مش هيكتب بإبهامه ولا حاجة، هيكتب بصوته أو يمكن بعينه. الإبهام دلوقتي لو وقف قدام المراية هيقول أنا ليه بقيت شبه صباع النجار. الإبهام دلوقتي بقى بيشتغل في مجالات كتير، بيكتب، بيعمل لايك، بيشوف فيديو، بيعمل سكرول، بيقلب في الصور، وفي نفس الوقت بيشحن بطارية روحك بالضحك أو الأخبار أو حتى الغيظ من البوستات اللي بتشوفها. أنا متأكدة إن بعد 20 سنة الإبهام هيبقى له مستقبل لوحده. ممكن يبقى فيه كريم مخصوص اسمه ريلاكس سام بتشتريه من الصيدلية، وممكن نلاقي جيم مخصوص لتمارين صباع الإبهام، ومدرب بيقولك يلا يا أبطال كمان 5 حركات لايك. الإبهام بقى خط الحياة الرقمية. إحنا بنكتب بيه مش بس عشان نتكلم، بنكتب بيه عشان نحس إننا لسه متواصلين، لسه عايشين اللحظة، حتى لو اللحظة دي عبارة عن ميم كوميدي أو جملة صباح الخير من حد بتحبه. لو بتحب إبهامك سيبه شوية يرتاح، وسيب له ذكرى حلوة قبل ما الروبوتات تاخده منك وتخليه يشتغل معاهم. واستنونا في حلقة جديدة من بودكاست كلام فاضي بس مهم. ما تنسوش اللايك والشير والفولو. سلام.